بمجرد تقديم ذبيحة البقرة الحمراء أمام جبل الزيتون هتنزل عصور الفوضى العظيمة، والعرب والإسرائيليين هيدخلوا في بعض حرفيا عند الموضع المقدس، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، والمنطقة اللي احنا ساكنين فيها هتتحول لأكبر ساحة حرب إقليمية في التاريخ حسب النبوة اللي مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. تعال نقرأ النبوة مع بعض وشوف يا عم الكلام كلام صدق كمل معايا، إن كان الكلام مش صحيح ما تكملش معايا، لكن الكلام صدقني صدق. الوقت قريب. بص بيقول لك ايه في النبي دانيال الصفحه رقم 12، بيقول لك من وقت ازاله المحرقه الدائمه، ازاله المحرقه الدائمه واقامه ركس المخرب 1290 يوم. العالم مش هيستمر بعد تقديم هذه الذبيحه 1290 يوم. بيقول لك ايه من وقت ازاله المحرقه الدائمه؟ المحرقه الدائمه دي صليب يسوع المسيح هيتزال من امام عيون المسيحيين، وهيظهر جيل اسمه جيل الارتداد الكبير في وسط الغرب وفي وسط الشرق وفي وسط المسيحيين. المسيحيين هيرتدوا حرفيا عن الههم، بس هيكون في اقليه هم اللي هيثبتوا، اسمهم المؤمنين المختارين، هم دول ليهم الحياه الابديه. دي ازاله المحرقه الدائمه. واقامه اللي عكسها بقى ركس المخرب، ذبيحه بقره حمراء امام جبل الزيتون. دي الذبيحه اللي التجديف على الصليب، او الذبيحه اللي فوق ذبيحه الصليب. الله نزل في صوره انسان في وسط المدينه اورشليم، مد ايده بالسلام لشعبه، شعبه صلبوه، كان هو الذبيحه اللي عن كل نسل ابراهيم. فكل اللي بيؤمن بيه بينول باسم غفران الخطايا وبيضمن حياته الابديه. اليهود رفضوه وبيجيبوا ذبيحه اخرى بقره حمراء وعايزين يذبحوها عند جبل الزيتون تجديف على صليب المسيح. هنا دي اسمها ركسه الخراب اللي مكتوبه. بمجرد اقامه ركسه الخراب 1290 يوم. العالم مش هيستمر 1290 يوم. في الوقت ده الدنيا كلها هتتلخبط في بعض، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، والناس هتقف على المطارات، كل واحد عايز يعود لأرض ميلاده، ركابهم هتدوب وكلهم هيتلفتوا حوالين بعضهم بعض، والناس هيظهر في وسطها عصر اسمه عصر الفوضى. هيرموا ذهبهم في الشوارع، وهتظهر مجاعات وهتظهر حروب، والعالم مش هيستمر 1290 يوم حرفيا. كل الكلام ده حقيقي وبيحصل في الايام اللي احنا عايشين فيها، والعالم كله زي بقعة غاز مستنية عود كبريت واحد، لانك هتلاقي كوريا الشمالية متربصة لكوريا الجنوبية، وهتلاقي ايران متربصة لاسرائيل، وهتلاقي امريكا متربصة لروسيا، وهتلاقي اوروبا في الوسط اكنها ساحة حرب، وهتلاقي البلاد بتتآمر على بعض حرفيا. ففي عصر جاي اسمه عصر الفوضى، عصر مجيء الفوضى. هذا العصر هيكون فيه سمة اسمها سمة النظام. كل من يضع هذه السمة هيكون مع الشيطان وهينزل الجحيم. اما كل اللي هيرفض هذه السمة في 1290 يوم هيكون ليه حياة أبدية. وهي دي التجربة العتيدة انها تجرب كل الساكنين على الأرض. وانت كنت عايش في الزمن ده هتسمع الفيديو ده وهتصدقه، لأن الفيديو ده للزمن ده. فالوقت قريب. ادخلوا فلك نوح التاني وأمنوا بيسوع المسيح فتنولوا الحياة الأبدية. احنا في الأيام الأخيرة. استعدوا للقاء إلهكم.